ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي ناوي ان شاء الله هنسلق كرنب مع بعضنا. ماشي. دلوقتي اول ما ببدا في سليق الكرنب بعلق الاول على الميه، وبحط فيها كمون وشويه ملح. ماشي. بعد كده بغسل ورق الكرنب، بروح رايحه للكرنب بقى فكه الورق بتاعها بالراحه عشان ما يتكسرش. وبعد كده بروح حاطاه غسله الورق ورقه ورقه طبعا. وبعد كده اروح تكون الميه غلت معايا، اروح حاطه كل شويه ورق صغيرين كده على قد الحله، على قد الميه اللي في الحله. ماشي. واسيبها واغطس فيها كده. كل ما بتبدا تستوي بيقل، وبروح مقلبه وبفضل اقلبه كده علشان يستوي كله. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده معايا. طبعا بسلق الورق الابيض الاول. ماشي. بعد كده اطلع اللي استوي، ما سيبوش طبعا لحد ما يتهرى زي ما انتوا شايفين كده. هو سخن، معلش بقى معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، يعني ورقه زي دي كده هي كده حلوه كويسه. بطلع على طول، احطه في المصفى هنا واسيبه لما يصفي. زي ما انتوا شايفين كده معايا. اللي اطلعه اسيبه احطه على مصفى وتحت منها صينيه واسيبه لما يصفي ميته خالص. طبعا لو انتي ده انا بسلقه معاكم، بس مش هخزنه في الفريزر. لو انتي حابه تخزنيه في الفريزر ما بتسووش ما بتسووش جامد، بتسويه سوا خفيف قوي، لان الفريزر بيكمل سوا الحاجه. حطت الحاجه في الفريزر بحس انها بتكمل سواها، بتخليها تستوي اكتر. شايفين معايا كده؟ حطيت غير اللي انا شلته، وبالراحه كده لما بيستوي بينزل بيهبط، متكاش عليه عشان ما يتكسرش. اقلب بالراحه لحد ما يستوي معايا زي ما انتوا شايفين كده، وافضل اقلب فيه. وان شاء الله برضه هوريكم لما يتقطع، وهوريكم احنا بنحشيه ان شاء الله، وهوريكم برضه نهايته لما نجهزه على التقديم ان شاء الله. انا حبيت اوريكم خطوه بخطوه، اوريكم عمايل المحشي خطوه بخطوه. ماشي. وان شاء الله يعجبكم، واتمنى انك تجربوه ان شاء الله. دلوقتي هنعمل مع بعضنا تسبيكة المحشي. ماشي. بتبقى عبارة عن ايه بقى تسبيكة المحشي؟ طبعا بصل وخضرة، ودي التوابل ديت عبارة عن ايه؟ عن ملح، توم باودر، بصل باودر، فلفل، كمون، ده كمون اهو، كمون، ورق لورا، بابريكا، توابل محشي. وديت الصلصة، وحاطة معلقة صغيرة شطة، ومعلقة كبيرة توم، ورشة سكر صغيرة. ماشي. وطبعا زيت وسمنة. دلوقتي معاكم سيحنا السمنة مع الزيت لحد ما اتقدح. ماشي. دلوقتي معانا السمنة والزيت قدحناهم اهوت، هنشوف كده لسه شوية. بعد ما يتقدح السمنة مع الزيت كده شوية هنحط البصل.
هنفضل هنقلبها كده، وبعد كده هنسيبها لحد ما البصلة تتشوح شوية في الزيت مع السمنة. ماشي، هنشوف مع بعضنا هنعمل ايه تاني. دلوقتي شوحنا البصلة معانا، عايزينها توصل للون ده زي ما انتم شايفين كده معانا. ودلوقتي هحط معانا التوابل، تاخد تشويحة صغيرة مع البصلة. دلوقتي حطينا التوابل هنشوحها شوية مع البصلة. ماشي، وبعد كده هنحط الطماطم. دلوقتي حطينا التوابل تشويحة صغيرة قوي مع البصلة، ودلوقتي هننزل بالطماطم. الطماطم اللي هي ديت، عليها التومة والشطة ورشة سكر صغيرة. دلوقتي معاكم حطينا الطماطم اهيت. ماشي، هنسيبها بقى لما تغلي مع البصلة والتوابل اللي احنا حطيناها. ماشي، تعالوا تاني نشوف هنعمل ايه بقى بعد ما تغلي. وهنا دلوقتي زودت لها حته شطه صغيره خضره مقطعاها حتت صغيره جوه اهي. ماشي، هقلبها تقليبه واسيبها برضو تغلي مع نفسها كده شويه. ماشي، وبعد كده هنزود لها الخضره. خليكم معانا اوريكم برضو احنا بنزود الخضره فيها. دلوقتي هي الصلصه غلت معانا، التسبيكه غلت معانا، ودلوقتي زودنا لها الخضره. دلوقتي زودنا الخضره معانا اهي. هنسيبها يدوب تغلي غلوة بسيطة وبعد كده هنطفي عليها. ماشي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا ورق اللورة هيتشال واحنا جايين نحشي، هنشيل ورق اللورة. وبتكون كده نهاية التسبيكة بتاعة المحشي. ايه رأيكم فيها؟ ان شاء الله تكون عجبتكم. ونسيبها بقى تبرد على بال ما نجهز ورق الكرنب ونجهز الرز. ماشي، يلا. جهزنا ورق المحشي، مسكناه قطعناه زي ما انتم شايفين كده، ماشي. مسكنا قطعناه وخلينا الاخضر لوحده، لان طبعا الاخضر بيتحط تحت في الحله من تحت. وجهزنا الحله حطيت في ارضيه الحله بصل متقطع طرنشات وجزر وفلفل برضو متقطع حتت صغيره كده، دي في ارضيه الحله. وده الورق، وديت الصلصه، وده الرز غسلناه ونقعناه وصفيناه. هنفضي بقى التسبيكه على الرز ونديها تشويحة صغيرة على النار. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده فضيت تسبيكة المحشي على الرز. هنقلبها كويس ونحطها على النار تاخد ثانية بس كده على النار عشان لو فيها مية تنشف، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي قلبت التسبيكة على الرز اهيت، وحطيت طبعا بتشوفي الملح، لو عايزة تزودي ملح بتزودي. ماشي، وبعدين حطيت معلقة توم صغيرة ومعلقة وربع معلقة شطة صغيرة. اللي عايز يزود عادي براحته، اللي ما بيحبش الشطة مش عايز يحط ما يحطش. وحطيت شوية ملح، لقيتها ناقصة ملح حطيت لها شوية ملح وقد معلقة زيت كبيرة، وقلبتها تقليبة كويسة. ودلوقتي هنلف مع بعض المحشي. دلوقتي رصيت معاكم اول طبقة في الحلة. طبعا بحط الاخضر تحت وبعد كده الورق الابيض. وديت اول طبقة محشي معاكم اهي. ماشي، عشان ما اطولش عليكم
عشان ما اطولش عليكم هروح اكمل بقيه الحله وبعد كده بوريها لكم. ودلوقتي هكون خلصت معاكم الحله، رصيت الحله كلها ماشي، وهسقيها دلوقتي بشوربه. أنا كنت عامله شوربه معاكم اهي، كنت عامله شوربه فراخ ماشي. هاخد شويه شوربه فراخ ماشي، هاخد شويه شوربه فراخ وهحط عليها حته سمنه فلاحي وهسقي بيها. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه تاني. ودلوقتي فضيت شويه شوربه في الحله ديت، وحطيت عليها معلقه سمنه فلاحي وقلبتها كويس، وشفت لو هي عايزه ملح ولا حاجه زودت لها حبه ملح صغيرين ماشي. وبعد كده هسقي بيها المحشي زي ما انتم شايفين كده. وهزه هزه كده عشان الماء تدخل جواه، عشان الشوربه تدخل جواه. وما احطلهوش شوربه كتير عشان يبقى ما يبقاش ما يعجنش ماشي. هو كده كويس ماشي. بعد كده اعلق عليه البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. انا كده حطيت لها الميه بتاعتها، حطيت لها الشوربه قصدي، الشوربه بتاعتها شفتوا، مش حاطه لها شوربه كتير عشان ما يعجنش زي ما انتم شايفين كده. وبديها تقليبه كده، بهز الحله شويه عشان الشوربه تدخل تحت ماشي. بعد كده علقت عليها وخليها عالي، بعد كده هقفل عليها ماشي. وبعد ما تغلي اروح موطيه عليها واسيبها تتبخر مع نفسها كده بالراحه وتستوي واحده واحده. ودلوقتي هو غلى معانا اهوت، هوطي عليه بقى، هوطي عليه النار واسيبه يستوي بالراحه كده بالبخار بتاعه. وده بيكون نهايه المحشي معانا بعد ما استوي. هوريلكوا برضو لما اجي اقدمه، بس انا قلت اوريلكوا من الحله. هو دلوقتي مستوي وطفيت عليه. دلوقتي انا فضيت المحشي معاكم، قلت اوريهولكوا وهي دي نشوفها معانا. شوفوا المحشي، شوفوا كل صباع. وهي دي نهاية المحشي معانا. عملته معاكم خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، وحبيت ان انا اوريه لكم برضو في التقديم. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم عايزة لايك وشير وتعليق حلو منكم ماشي. يلا باي.